رقم أذربيجاني للواتساب من برنامج سافيوم. تفعيل الواتساب برقم أذربيجاني من برنامج سافيوم. كيف صديقي بدك تفعل الواتساب بسهولة تامة وتخلي برنامج سافيوم يسجل معك دخول وتحصل على رقم من دولة أذربيجان، والرقم الأذربيجاني يعد معك مباشرة ويوصلك كود التفعيل على برنامج سافيوم على البريد الوارد. فيديو جديد وشرح جديد، راح أضع لكم روابط البرامج المستخدمة في الشرح أسفل الفيديو في الوصف. هلا يا شباب، أول خطوة بعد ما نفتح أو نثبت برنامج السيرفرات يلي بيظهر أمامكم، ركز معي صديقي. في البداية بتضغط على خيار الموافقة على شروط الخدمة. بيظهر عنا مثل ما بتشوفوا عدة سيرفرات لعدة دول. ننزل إلى الأسفل وبنبحث على سيرفر الولايات المتحدة الأمريكية. نحن فقط بهمنا هذا السيرفر، بنضغط عليه. بيحتوي على عديد السيرفرات، بإمكانك تضغط على إشارة السهم في الأعلى بيتحدثوا معك السيرفرات. هون مشكلة برنامج سافيوم مع السيرفرات، في سيرفرات محظورة وفي سيرفرات شغالة. برنامج سافيوم بعد التحديث الأخير أو الفترة الأخيرة صار يحظر كتير سيرفرات، فأنت صديقي بتختار أما سيرفر نيويورك أو سيرفر لوس أنجلوس أو سيرفر شيكاغو. تضغط على خيار كونكت وبتنتظر على برنامج السيرفرات لحتى يشتغل معك تمام مثل ما بتشوفوا. طبعا لازم يكون عندك النت شغال تمام، أهم خطوة. مثل ما بتشوفوا اتصلنا بالسيرفر الأمريكي. هلا بنفتح برنامج سافيوم، بنثبت أحدث إصدار من سوق بلاي. فتحنا البرنامج، بنحط اسم وكلمة باسورد. مثل ما بتشوفوا ما ظهر عندي في الأعلى علامة الأي يعني جاري الاتصال. هاي المشكلة إذا ظهرت وما اختفت بعد 5 ثواني فمعناتها هذا السيرفر الأمريكي محظور. فأنت صديقي إذا ما اختفى معك علامة الأي، ما اختفت معك علامة الأي في الأعلى، فهون هذا السيرفر الأمريكي محظور. فقط بترجع إلى السيرفر الأمريكي، بدل على السيرفر الثاني أو السيرفر الثالث ورجع افتح برنامج سافيوم. راح تختفى معك علامة الاي وبتضغط على خيار التسجيل. مثل ما بتشوفوا يحولك إلى الواجهة التالية. فقط بتضغط على المستطيل باللون الأسود وبتنتظر على البرنامج لحتى يسجل معك دخول. مثل ما حكينا فقط حل هاي المشكلة بالسيرفر، فقط بدل على غير سيرفر من السيرفرات الأمريكية. ويفضل بين كل تبديل بين السيرفرات تعمل له مسح بيانات لبرنامج سافيوم لحتى ياخد السيرفر 100%. ترجع تفتحه من جديد، بتحط اسم جديد كلمة باسورد، راح يسجل معك دخول أو راح يحولك إلى الواجهة التالية. طبعا ممكن يعطيك أخطاء مثل ما بتشوفوا، ما أعطاني أخطاء. علق البرنامج، ممكن يفتح معنا مباشرة، ممكن ينتهوا ال5 دقائق. لكن أنت صديقي إذا انتهوا ال5 دقائق أنت لازم يكون في البداية أخذت الاسم كوبي وكلمة الباسورد حفظتها. إذا انتهوا ال5 دقائق تخرج من البرنامج، بتضيف الاسم وكلمة الباسورد. بعد ما تضغط على خيار لوجين، على الأغلب رح يسجل معك دخول، لأنه إذا علق معك بيكون سجل دخول لكن ما فتح البرنامج بسبب الضغط الكبير. وممكن يعطيك أخطاء كتير. كرر الضغط على المستطيل باللون الأسود من دقيقة إلى 4 دقائق، بعدين رجع خطوة للوراء، اضغط على خيار التسجيل، رح يعطيك خطأ فيها الاسم باللون الأحمر. مثل ما بتشوفوا يا شباب سجل معي دخول بشكل سريع. نضغط على خيار سيتنج، مثل ما بتشوفوا أمامكم هذا الاسم بيظهر أمامكم، سجل معنا دخول بشكل سريع. نضغط على هذا الخيار. إذا ما وصلك على البريد الوارد رسالة نصية بتحتوي على كود التفعيل، بتاخد الاسم أو بتاخد الرقم من هون كوبي. هلا يا شباب رح ناخد الرقم كوبي ولازم ننتظر على رأس الساعة. مثل ما بتشوفوا في عندي الوقت حاليا، رح ننتظر على رأس الساعة وبرجع لكم. رجعت لكم يا شباب بعد ما أصبحت رأس الساعة. مثل ما بتشوفوا بنفتح برنامج الواتساب. لازم ننزل أحدث إصدار من سوق بلاي لبرنامج الواتساب. طبعا أنا منزل أحدث إصدار لبرنامج سافيوم 16/40. إذا ما اشتغل معك الإصدار الحديث 16/40 بترجع على الإصدار القديم 16/18 راح يشتغل معك تمام. مثل ما بتشوفوا الرقم عد معي مباشرة، رقم أذربيجاني بتاريخ اليوم بدون أي مشاكل. بمجرد ما ضغطت على موافق الرقم عاد معي. طبعا في جهاز تاني جنبي عم حط على موقع الوقت الآن على السنة 58، عم بضغط بشكل سريع الرقم مباشرة عم يعد معي. ممكن أول مرة ما يعد معك، لازم ترجع وتكرر طلب كود التفعيل مرة تانية أو ثالثة راح يشتغل معك. مثل ما بتشوفوا مباشرة خلال ثواني وصلني رسالة نصية بتحتوي على كود التفعيل. التاريخ بيظهر أمامكم بتاريخ اليوم يا شباب 3/12/2024، 3 ديسمبر 2024. برنامج سافيوم شغال تمام
وها هي الرسالة يلي بتحتوي على كود التفعيل. بنحط كود التفعيل وفعلنا الواتساب أمامكم يا شباب برقم أذربيجاني رقم جديد. مثل ما بتشوفوا يا شباب خطوات كتير بسيطة وسهلة، شرحنا جميع الخطوات الصحيحة وحل جميع المشاكل. بتمنى صديقي ركزت معي بجميع الخطوات الصحيحة. لهم بيكون انتهى شرحنا يا شباب. أي مشكلة اكتبوا لي بالتعليقات، أنا جاهز لرد عليكم وساعدكم.